فوائد التوحيد وثمراته. والتوحيد فوائده لا حد لها، وثماره لا حصر لها. ويمكن أن يقال في هذا قولا كليا جامعا أن كل خير وفضل ورفعة وعزة وكمال وسعادة في الدنيا والآخرة فهي ثمرة من ثمار التوحيد وأثر من آثاره العظيمة ومن جنى التوحيد المبارك. فالخيرات كلها الدينية أو نعم الدنيوية والأخروية كلها من ثمار التوحيد. وأيضا على الضد من ذلك الشرور والعواقب الوخيمة والمآلات الشنيعة هي من ثمار ضد التوحيد وتضييع التوحيد وتفريطه وإهماله وعدم العناية به.